واحنا قبايل نفتخر بالقبايل. قصيدة بعنوان المصلحة، يقول ابو هياف: لا يحضروا موتي ولا يقبروني، لا يحضروا موتي ولا يقبروني. هذا وصية يسمع الكل طايل، أوفيت معهم بس ما قدروني. نسيوا جهودي والوفاء والجمايل، طمنتهم لكن نووا يقهروني. حفظتهم مثل الرقم في الموبايل، طبعتهم داخل جهاز الكتروني. واحنا قبايل نفتخر بالقبايل، انشي معاهم مصلحة خابروني، انشي معاهم مصلحة خابروني. ويشغلوني كل ساعة رسايل، وان قمت راسلهم انا يحضروني. ويطمعوا بالمال والمال زايل، كم يا مواقف حاولوا يغدروني. ايضا وكم قد صلحوا لي كمايل، وبالمناصب والزلط بشروني. قالوا عن تروح بها في الشوايل، وكم دراهم نقد قد خسروني. من غير حق القات وحق البقايل، وفي الاخير راحوا ولا عبروني. لحقتهم قالوا معانا عوايل، وانا ذي توقعتهم يشكروني. لاني لهم ظليت بالود شايل، ولا توقعت انهم ينكروني. ووقفتي معهم عليها دلايل، نسيوا وفايا ليتهم يذكروني. ودردحوا فيني بكل المقايل، ما عاد باجيهم ولو دوروني. احرقت صحبتهم حريق الذبايل، ولا يجوا عندي كفاية يعذروني. ما نصحب الا ناس ذروة اصايل، ما نصحب الا ناس ذروة اصايل.